صباح الخير. الاهلي بيفوز على مدياما 3-0 وده شيء متوقع وده شيء طبيعي جدا. وبصراحه انا مش جاي اكلمك لا عن الاداء ولا عن الاهداف ولا عن كل ده، انا جاي اكلمك عن لاعب مبشر، لاعب محتاج بس ان هو يكمل على نفس المستوى ده بل ويطور من مستواه ده، وهيكون لاعب كويس جدا وخامه كويسه جدا، وهو كريم الدبيس اللي مقدم مستوى كويس، مستوى طيب جدا على لاعب عنده 20 سنه، لاعب صغير ونازل يلعب مكان لاعب بقيمه وحجم علي معلول، لاعب مش مهزوز، اللاعب عنده ثقة في نفسه، اللاعب عايز يعمل حاجة، عايز يثبت نفسه، عايز يثبت رجله، مستواه كويس، محتاج ان هو يتطور شوية، وده مع الوقت ومع الخبرات ومع الماتشات اللي هياخدها تأكيد هيتطور من نفسه، وبالتأكيد هيكون ليه شكل تاني. وبصراحة الواحد هيبقى مستحرم بعد ما يقدم المستوى ده وبعد ما يقدم الماتشات دي يقوم النادي الاهلي رايح جايب لعيب تاني في نفس المركز ده، فكريم الدبيس يقعد دك، فيبقى في علي معلول وفي بديل علي معلول وكريم الدبيس هو التالت. بالامانه هيبقى ظلم كبير جدا لو كريم الدبيس قعد دكه عشان حد غير علي معلول. ممكن تجيب تالت هو اللي يقعد على الدكه، ما تسحبش ثقه اللاعب بنفسه، ما تحطمش الامال اللي عنده، وما تظلمش اللاعب ده وتجيب له لاعب تاني يقعده دكه. وفي الاول وفي الاخر قول لي انت رايك في الكومنتات.